والله العظيم الواحد مالي نفسي يصور ولا يعمل اي حاجه. انا بقالي تقريبا 13 يوم ما نزلتش فيديو بسبب اللي بيحصل في غزه. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو زي ما انتم عارفين عايزين نوصل مليون سبسكرايبر، فانزل تحت اعمل سبسكرايب دلوقتي حالا وتشترك في القناه، وانت طالع كده اعمل لايك، مش هتخسر اي حاجه، بس لازم تعمل سبسكرايب عشان عايزين نوصل مليون سبسكرايبر في اقرب وقت. تمام. النهارده هنتكلم عن تابلت من شاومي. كنت اتكلمت من اسبوعين كده او 3 اسابيع من وقت نزول الفيديو ده عن تابلت شاومي برضو اللي هو التاب اس اي، وكان تابلت فئه متوسطه بيجي بامكانيات عاليه جدا وبسعر تنافسي جدا، وده العادي بالنسبه لشاومي. ولكن ساعتها لما اتكلمت عن التابلت ده قلت ان التابلت ده موجه للمالتي ميديا وموجه للاعمال العاديه، ولكن الجهاز اللي معانا ده هو الشاومي باد 6، وده يعتبر ان هو الفلاج شيب بتاع التابلتس عموما من شاومي. بدايه من التصميم بتاعه، التصميم كله من الالومنيوم، الجهاز كله من المعدن، والجهاز رفيع جدا جدا، وهتحس ان هو فعلا جهاز فلاج شيب. لو بصينا على الشاشه هنا هنلاقي الحواف بتاعتها صغيره جدا، يا دوبك بس عاملين حفتين عشان تمسك التابلت كده من اليمين والشمال. الشاشه هنا هتلاقيها بتيجي بحجم 11 بوصه من نوع اي بي اس ال سي دي. الشاشه هنا بتدعم الواحد بليون لون، وكمان جايه بريفرش ريت 144 هرتز. كنت اتمنى الصراحه ان الشاشه دي تبقى اموليد لان هو ده الفلاج شيب بتاع التابلتس من شاومي، ولكن كون ان هم يجيبوا لنا شاشه 144 هرتز في تابلت هتحس بفرق رهيب جدا في الانيميشن وفي سرعه الاستجابه بتاعه الجهاز عموما، وانت بتتنقل كده بين التطبيقات وانت بتطلع وتدخل وبتعمل ومش عارف ايه. الجهاز سريع جدا جدا، واللي مساعد الجهاز ده ان هو يبقى اداؤه سريع لان هو جاي بالسناب دراجون 870 5G. المعالج ده مبني على معماريه 7 نانومتر، معالج من السنه اللي فاتت، وهو ما كانش يعتبر برضو اقوى معالج في الفلاج شيب حتى بتاع السنه اللي فاتت، مش الثلاث تمانيات ولا ال8 جن 1 ولا الكلام ده، ولكن ما زال ال 870 هو لغايه دلوقتي معالج فلاج شيب. ومع استخداماتك للتابلت عموما هتحس ان الجهاز ده طياره حرفيا. الجهاز ده سريع جدا جدا، وده الجهاز بقى اللي انت ممكن تجيبه تعمل عليه فيديو اديتنج، تعمل عليه مونتاج، تصمم عليه حاجات، ترسم عليه حاجات. التابلت ده النسخه اللي معايا هنا هي نسخه ال 256 جيجا 8 جيجا رام، وكمان السوفت وير بيضيف لها 3 جيجا رام من الذاكره الداخليه، فبيبقى المجموع عندنا 11 جيجا رام. والذاكره الداخليه اللي هنا يو اف اس 3.1، عكس التابلت الاس اي كان اي ام ام سي 5.1 اللي هي ذاكره بطيئه. دي ذاكره سريعه جدا وذاكره زي اللي بنشوفها طبعا في الفلاج شيبس. طبعا الجهاز ليه كيبورد برضو بتتحط اكسترنال، ولكن هتشتريها خارجيه مش هتيجي معاه في العلبه، وكمان بيدعم القلم اللي هو برضو مش بيجي معاه في العلبه. ولكن لو اشتريت الكيبورد اللي انا بقول لك عليها والقلم هتقدر ان انت تستخدم التابلت ده بشكل عملي جدا في شغلك، وطبعا هتقدر ان انت تستخدمه في المالتي ميديا والسوشيال ميديا والكلام ده كله، لان الجهاز ده برضو زي اخوه الصغير الاس اي جاي باربع سماعات من نوع دولبي اتموس، بيدعموا الدولبي اتموس. فالاربع سماعات دي بيدونا صوت ستيريو وصوت محيطي جدا، صوت سراوند كده. كمان الشاشه هنا بتدعم محتوى الاتش دي ار 10 والدولبي فيجن، فموضوع المالتي ميديا انت ما عندكش عليه فيه اي مشاكل خالص. طبعا ما اعتقدش ان انت جايب الجهاز ده عشان تستخدمه في المالتي ميديا. لو عايز المالتي ميديا بس ومش فارق معاك الاداء القوي ده هتجيب الباد اس اي، ممتاز جدا وما فيهوش مشاكل. الكاميرات طبعا زي ما بقول في اي تابلت انا بجيبه، ان في التابلتس عموما مش بيركزوا خالص في الكاميرات عشان هي اخرها للزوم ميتنج، مثلا ان انت تعمل زوم ميتنج، ان انت تتكلم فيديو كول ولا حاجه. ولكن الكاميرات اللي هنا مش بطاله والله، يعني الكاميرا الخلفيه 13 ميجا بكسل وبتصور فيديو بدقه 4K، الكاميرا الاماميه هنا 8 ميجا بكسل بتصور فيديو بدقه فول اتش دي. ولكن الكاميرات مش بطاله، وفيها نايت مود وفي فلاش برضو لو عايز تصور بفلاش. فكاميرات التابلت ده برضو مش اوحش حاجه في الدنيا، انا شفت اوحش من كده بكتير في نفس السعر بتاع التابلت ده. البطاريه هنا 8840 ملي امبير، قعدت معايا تقريبا يوم ونص من استخدام التابلت ده على ال 144 هرتز، بطاريه كويسه جدا. وعندنا شحن سريع 33 واط بيشحن البطاريه دي من 0 ل 100 تقريبا في ساعتين الا ربع، عشان طبعا بطاريه كبيره والشحن مش اسرع حاجه 33، ولكن عندنا 33. لو فاكرين الاس اي كان بيجي بشحن 10 واط، فده نقله كبيره جدا عن الاس اي. ولكن لو انت عايز تستخدمه في شغل، لو انت هترسم عليه، لو انت تستخدمه كلابتوب جانبي كده، تمام، هتعمل عليه فيديو اديتنج، هتعمل عليه اي حاجه، التابلت ده حلو جدا جدا. ولكن لو جايبه عشان المالتي ميديا بس، هتتفرج على افلام ومسلسلات مش عارف ايه، عايز تابلت عادي جدا تلعب عليه كده، ده يا باشا روح هات الاس اي، حلو جدا. لو عايز اداء هات ده طبعا الباد 6، هو فلاج شيب في الاول وفي الاخر. الجهاز ده سعره في مصر تقريبا 15000 جنيه للنسخه ال 256 8 رام، دي اعلى نسخه. كان نفسي ان هو يدعم الشريحه او السيم كارد عشان تستخدمه كموبايل حتى، ولكن للاسف هنا مش بيدعم ولا الاس اي بيدعم. التابلت دي بتبقى واي فاي بس. عندك برضو كان نفسي ان الشاشه تيجي اموليد الصراحه عشان حسسني يعني بالفلاج شيب، ولكن زي ما انا قلت في اول فيديو ال 144 هرتز معوضين جدا الموضوع، والشاشه نفسها البانل نفسها الوانها حلوه جدا، يعني هي اي بي اس
بس زوايا الرؤيه والبانل بتاعتها نظيفه جدا جدا والحواف بتاعتها صغيره وكده. بس كده ده كان فيديو سريع عن الشاومي الباد 6. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، ايه رايكم عن الشاومي ده، وهل في تابلت في سعره افضل منه ولا لا؟ قولوا لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله ربنا يقدرني وارد على كل الكومنتات تحت. والاهم ان انت ما تنساش تعمل لايك للفيديو، والاهم برضه ان انت ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه. عايزين نوصل 1,000,000 سبسكرايبر، وربنا يرحم شهداء غزه ان شاء الله وينصرهم. وبس كده، انا معكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.